مشاهدي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإرثية أستهلها بالعناوين. القائم بأعمال السفارة الإرثية في الكويت يبحث تعزيز العلاقات الثنائية. قسم الشؤون الثقافية في الجبهة الشعبية يخرج 130 شابا في الدراما والفيلم. انتخابات لمدراء الضواحي ومساعديهم في فرع. داعش يتبنى هجوم الخضيرة ويؤكد مقتل جنديين إسرائيليين. الولايات المتحدة والفلبين تبدأان مناورات عسكرية مشتركة. زيلينسكي يدرس مسألة الحياد بعمق ومفاوضات جديدة بين موسكو وكييف. السلام عليكم ورحمة الله. التقى القائم بأعمال السفارة الإريترية في الكويت السيد حمد يحيى حالي في 28 من مارس بمساعد وزير الخارجية الكويتي للشؤون الإفريقية السفير علي سليمان السعيد، وبحثا تعزيز العلاقات الثنائية. وأشار السيد حمد في اللقاء إلى العلاقة الإريترية الكويتية في كافة المجالات، وبحث الطرفان الفرص الاستثمارية والشراكة والتعاون الاقتصادي. وتوصل الجانبان إلى تفاهم فيما يتعلق بالاتفاقيات البروتوكولية الموقعة مسبقا، وتوقيع اتفاقيات تنشيطية جديدة في المجالات التعليمية والصحية وغيرها من الخدمات تدفع لتطوير العلاقات الثنائية. من جانبه أعرب مساعد وزير الخارجية الكويتي للشؤون الإفريقية السفير علي سليمان السعيد عن رغبة بلاده لتطوير وتوسيع علاقاتها مع دول شرق إفريقيا وخاصة إريتريا. خرج قسم الشؤون الثقافية التابع للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في 27 من مارس 130 شابا، بينهم 70 شابة، بعد حصولهم على دورة تدريبية في الدراما والفيلم امتدت إلى 5 أشهر، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للدراما. وتركز الدورة على التأليف والتمثيل والإخراج. وتم التوضيح في مراسم التخرج أن الدورة تهدف إلى تفعيل مهنة كفؤة وتنشئة فنان مسلح بالمعرفة والأخلاق ويعرف ويحافظ جيدا على ثقافة وقيم مجتمعه، ولها دور كبير في تطور آداب وفنون البلاد. وأشار ممثل الخريجين إلى أن الدورة ساعدتهم لاكتسابهم أخلاق مهنية وسلوك حميد، مشيدا بالمساهمين لإنجاح الدورة. في الختام وزع مفوضية الثقافة والرياضة سعادة السفير زمد تخلي الشهادات على الدارسين، كما قدم الدارسون فقرات فنية عاكسة المعرفة المهنية التي اكتسبوها. تخرج في 26 من مارس 35 طالبا، بينهم 15 طالبة من طلاب المركز الوطني للتدريب المهني في ساوة، بعد حصولهم على دورة تدريبية حول الإنتاج أو المونتاج والجرافيكس، قدمت بالتنسيق بين الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بساوة والمركز الوطني للتدريب المهني، امتدت ل3 أشهر. وناشدها مسؤول الاتحاد في المركز الوطني للتدريب المهني بساوة شاب حسن محمد نور، ناشد الخريجين لتطوير المهن المكتسبة عبر العمل وأن يكونوا مثالا للآخرين. من جهته دعا مسؤول المركز الوطني للتدريب المهني الأستاذ سسفاي تولده ذاكرا أهمية الدورة لرفع قدرات الشباب، داعيا الدارسين لإدراك هدف ورسالة الدورة جيدا. وفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية لتوزيع جوائز تشجيعية على المتفوقين. شهدت 14 ضاحية في مديرية فورو بإقليم شمال البحر الأحمر انتخابات مدراء الضواحي ومساعديهم ولجان القرى في الفترة من 22 من فبراير وحتى 14 من مارس الجاري. أوضح مسؤول المشاريع ومتابعة القرى في إدارة المديرية السيد قبرهوت قبرزقا بهير إن حملات التوعية المكثفة المنتظمة مسبقا في الفترة من 9 وحتى 21 من فبراير الماضي ساهمت بفعالية في إنجاز عملية الانتخابات. وفي الختام تم انتخاب 14 مديرا للضاحية و14 مدير تنفيذي و71 من لجان القرى، بينهم 4 نساء. وأشاد السيد قبرهوت بمشاركة السكان، إلا أن مشاركة المرأة لم تكن بالمستوى المطلوب، لذلك يجب العمل بقوة لتعزيز وعي المجتمع في كافة المشاركات النسائية.
وزع مدير من المديرية السيد عثمان عرفة شهادات تقديرية وشهادات شكر للمدراء منتهية ولاية عملهم، داعين المنتخبين الجدد للعمل بنزاهة وإخلاص ووفاء لشعبهم ووطنهم. وتوضح المعلومات الواردة من إدارة المديرية عدم تنفيذ عملية الانتخابات في ضاحية قبقب وأسانة نتيجة لبعد المسافة، وقد أجلت إلى شهر أغسطس القادم. تلقت 40 أسرة من أسر معاقي الحرب وكذلك معاقات من الأطفال في ضاحيتي بدة وأبويا في مديرية قلعلو دعما ماليا. وضح السيد محمد عبدو مسؤول مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في المديرية إن الدعم هو مواصلة للدعم المقدم عبر مراحل مختلفة لتحسين معيشة المعاقين وأسرهم، داعيا كافة المواطنين لتعزيز مشاركتهم باعتبار أن رعاية ودعم أسر الشهداء والمحتاجين مسألة لا تترك لجهة بعينها. وقالت الأسر التي قدم لها الدعم إن هذا الدعم المقدم خير دليل على ترسيخ ثقافة المساعدة لدى المجتمع الإريتري، مناشدات للنظر في أعمال تأهيل رئيسية تسهم في تأمين دخل مستدام. أوضح رئيس أعضاء جمعيتي الفرقتين 70 و16 التعاونيتين المناضلة عند برهان في السهية نجاح أكثر من 95% من الشتول التي غرسوها خلال الخريف الماضي في منطقة مايدمنت بالإقليم الأوسط. أوضح ذلك عند قيامهم يوم السبت 26 من مارس الجاري بأعمال رعاية الشتول وتعويض الشتول التالفة. وقال إن أعمال المتابعة الرعاية التي كان يقوم بها ما بين 50 إلى 70 عضوا شهريا 4 مرات لعبت دورا كبيرا في نجاح الأشجار، وكذلك إعداد مئات من الحفر لغرس الشتول في الخريف القادم. وأشار المشاركون في النفير إلى أن العمل يقوي إلى جانب هدفه الأساسي ترابطهم ووئامهم ويضمن استمراريته، مناشدين سلطة الغابات والحياة البرية لتأمين دوامته، مدركا النتائج المحققة. بعد الفاصل سيداتي وسادتي عودوا لمتابعة الأخبار. أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم في إسرائيل، قال إنه أسفر عن مقتل جنديين وإصابة 10 آخرين وفقا لما جاء في بيان نشر في حساب التنظيم على موقع تيليجرام. وكان مسؤولون أمنيون إسرائيليون قالوا في وقت سابق إن مسلحين قتلا شخصين في الخضيرة الواقعة على بعد حوالي 50 كيلومترا إلى الشمال من تل أبيب، ثم لقيا حتفهما برصاص الشرطة الإسرائيلية. وبحسب موقع سايت انتليجنس جروب الذي يرصد أنشطة الجماعات المتطرفة، إنها أول مرة منذ عام 2017 يعلن تنظيم داعش تبنيه هجوما في إسرائيل. بدأت الفلبين والولايات المتحدة مناورات عسكرية مشتركة في الأرخبيل على خلفية تجدد التوتر في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه. هذه التدريبات هي الأخيرة التي تجري خلال الولاية الرئاسية لرودريغو دوتيرتي الذي هدد بإنهاء المعاهدة العسكرية مع الولايات المتحدة حليفة الفلبين منذ فترة طويلة والتوجه نحو الصين. ويشارك حوالي 9000 جندي من الفلبين والولايات المتحدة بالتدريبات العسكرية لمدة 12 يوما في جزيرة لوزون الأكبر في البلاد. وينظم البلدان عادة مناورات مشتركة كل عام، ولكن تم إلغاؤها أو الحد منها خلال فترة جائحة كوفيد-19. وقال قائد القوات المسلحة الفلبينية الجنرال أندريس سينتينو عند انطلاق هذه المناورات في مانيلا إن هذه التدريبات التي أطلق عليها اسم باليكاتان تشهد على تعزيز التحالف بين البلدين. وستشمل هذه التدريبات عمليات برمائية وتدريبات بالذخيرة الحية، وستركز على الأمن البحري ومكافحة الإرهاب والمساعدة الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث. تبدأ جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين الجانبين الروسي والأوكراني في اسطنبول تركيا بعد جولة أولى استضافتها تركيا سابقا في أنطاليا
لم تؤدي إلى تقدم كبير من شأنه أن ينهي الحرب التي بدأت منذ 33 يوما. وفيما قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال مقابلة أجراها مع وسائل إعلامية روسية إن كييف تدرس بعناية مسألة الحياد، أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين إن ليس على العالم أن يقطع علاقاته بروسيا للمساعدة في إنهاء الحرب. قال فاديما دينيسينكو مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية قبيل المحادثات بين ممثلي أوكرانيا وروسيا في تركيا إنه لا يتوقع حدوث انفراجة كبيرة. وتقول الأمم المتحدة إن نحو نصف أطفال أوكرانيا هربوا من البلاد منذ بدء الغزو الروسي في 24 من فبراير الماضي. أظلمت المعالم في جميع أنحاء العالم مع إطفاء الأنوار في ساعة الأرض، هدف الحدث الذي ينظمه الصندوق العالمي للحياة البرية ويستمر لمدة ساعة إلى زيادة الوعي بمخاطر تغير المناخ. ينظم يوم الأرض كل سنة في يوم السبت الأخير من شهر مارس. كما شهدت النسخة 14 من يوم الأرض أيضا إطفاء الأنوار في بوابة براندنبورغ في برلين التي أضاءتها فقط أضواء الشموع الوامضة التي وضعت هناك تنديدا بالغزو الروسي لأوكرانيا. عقد أول حدث لساعة الأرض في العام 2007 في مدينة سيدني الأسترالية، ومنذ ذلك الحين توسعت المبادرة لتشمل أكثر من 190 دولة حول العالم. ختاما سيداتي وسادتي لنشرة أخبار المساء أعود فأذكر بعناوينها. القائم بأعمال السفارة الإيطالية في الكويت يبحث تعزيز العلاقات الثنائية. قسم الشؤون الثقافية في الجبهة الشعبية يخرج 130 شابا في الدراما والفيلم. انتخابات لمدراء الضواحي ومساعديهم في فره. داعش يتبنى هجوم الخضيرة ويؤكد مقتل جنديين إسرائيليين. الولايات المتحدة والفلبين تبدأان مناورات عسكرية مشتركة. زيلينسكي يدرس مسألة الحياد بعمق ومفاوضات جديدة بين موسكو وكييف. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإيطالية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.